السيارة اللي قدامك دي يا عزيزي هي سيارة بحق وحقيقي، وجواها شخص قاعد وبيسوقها كمان، وهقول لك هو ازاي دخل جواها وبيسوقها ازاي. وبتعتبر السيارة ديت هي أدنى سيارة في العالم قابلة للقيادة، وأول ما تشوفها هتحس وكأنها عايمة على الأسفلت أو إنها لعبة في ألعاب الفيديو جيمز. وتم تصميمها عن طريق شركة إيطالية متخصصة في تعديل السيارات، واللي جابوا سيارة فيات موديل قديم وقطعوا منها الجزء العلوي وصنعوا منها السيارة ديت، وركبوا لها عجلات من بتوعة الباسكات اللي بتكون موجودة في السوبر ماركت، وده علشان ترفعها من على الأرض، وعلشان أي حد يسوقها لازم يدخل جواها من الخلف وهيسوقها عادي جدا ومفيش أي مشاكل. أما ديت فسيارة فعلا، وزي ما انت شايف كده جواها حد بيسوقها. وبتعتبر السيارة ديت هي أضيق سيارة في العالم كاملة المواصفات وقابلة للقيادة. ولك أن تتخيل يا صديقي إن عرض السيارة دي بس 50 سنتيمتر، ووزنها لا يتعدى عن 270 كيلو جرام، وبتمشي بسرعة 9 ميل في الساعة. وتم تصميمها في إيطاليا على يد ميكانيكي اسمه أندريا ميرازي، واللي برضه قام بتحويل سيارة فيات باندا موديل 93 إلى هذه السيارة الغريبة الشكل.